من كام يوم كده كان نزل بوست على موقع رياضي بيتكلم عن النظارات اللي بيلبسها حراس النادي الاهلي في التدريبات. كان مكتوب مع البوست ان هي بتحسن النظر شويه بنسبه 10 15%. في ناس افتكرت ان هي ممكن تستغنى بيها عن النضاره وبعتوا لنا يسالونا يا دكتور هي النضاره دي ممكن اعملها بدل عمليه الليزك او الكلام ده. في الحقيقه النضارات دي فكرتها قايمه على ان هي مش بتحسن النظر، هي بتقلل المشتتات الجانبيه للشخص. يعني جايه من فكره سبق الخيل، كان زمان الحصان بيحطوا له حاجه يمينه وحاجه شماله عشان هو بيجري يبص قدامه بس ما يركزش في الحصان اللي جنبه، يبص على الهدف قدامه. هي نفس الفكره، اول واحد كان استخدمها مانويل نوير حارس بايرن ميونخ. كان بيلبس النضاره دي عشان يبقى الفوكس بتاعه دايما على الكوره بس ما ياخدش باله من اللعيبه اللي بتجري يمين او شمال، يبقى الفوكس على الكوره. مع كتر التدريب ده بيخلي المخ يختار حاجات معينه يبص عليها، يبص بس على الكوره طول الوقت حتى لو في لعيبه بتجري، فيبقى الرد فعل بتاع حارس المرمى اسرع كتير، فهو بيزود الريفلكس بتاع حارس المرمى. في نفس الوقت بيحسن حاجه اسمها التناسق العضلي العصبي، بيخلي الاوامر من المخ للعضلات استجابتها اسرع بكتير. مع تكرار استخدامها بيبقى رد فعل حارس المرمى اسرع، لكن فعليا هي مالهاش دعوه بقوه النظر نفسها، يعني مش هيتغير قوه النظر مع استخدامها. في الاخر طبعا بنتمنى الفوز للنادي الاهلي.